ستظل مصر غنية بأبنائها الشرفاء من رجال الأعمال والخبراء والمجتهدين في كل المجالات، ينشرون العلم والمعرفة، رافعين راية العزة والكرامة، ومؤكدين علامات الريادة والتاريخ. سفراء فوق العادة، الموسم الثاني. من هنا، من محافظة المنوفية، تربى القادة والزعماء، تخرج الفقهاء والعلماء. الأرض الطيبة التي تروى بماء طيب طاهر تبقى دائما محافظة التميز والتألق والريادة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحق سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. سيداتي وسادتي، لحظات في عمر الوطن، لحظات في عمر بلدنا الحبيب، والتي تضم العديد من الخبرات والعلماء والمجتهدين الذين قدموا المواقف المضيئة والأيادي البيضاء لهذا البلد، وتعترف بلدنا الحبيب مصر بما قدمه هؤلاء. هنا وفي لقاء جديد من برنامجكم سفراء فوق العادة، لدينا شخصية مصرية محببة للملايين من أبناء هذا الوطن، ممن قدموا صفحة ناصعة من العمل الوطني الدؤوب. سعادة الوزير المحافظ السيد المستشار عدلي حسين، وهو من الشخصيات المصرية التي تلقى دائما الحب والتقدير من الجميع. أهلا بيك مع الوزير. أهلا بيك وأشكرك على هذا التقديم الطيب وللمستشار عدلي حسين العديد من الإنجازات التي حققها في شارع المنوفية وشعر بها المواطن المنوفي، حيث قدم له العديد من المشروعات والإنجازات التي ما زالت حتى الآن موضع إعجاب أبناء محافظة المنوفية. خلاصة تجربة وفكر وعمل واجتهاد سعادة المستشار عدلي حسين في 3 نقاط. نقول النقطة الأولى إيه يا فندم؟ القضاء. نعم. أنا قضيت 33 سنة من عمري في القضاء. قضاء. فيعني أعتقد أن عمر كبير طويل الحمد لله. اكتسبت خبرة، ثم مرحلة الخدمة في الإدارة المحلية، يعني سنة نقلة فندم، يعني من القضاء إلى 2011. استغرقت من سيادتك وقت في عملية استيعاب يعني تقصد الإدارة المحلية؟ نعم. يعني هو ساعدني فيها أو ساعدتني فيها خبرتي في القضاء. لا شك أن القضاء طبعا كان ذخيرة كبيرة جدا أن أستعين بيها في إدارة محافظة، يعني إلى حد كبير يعني، وإن كان طبعا في اختلاف كبير طبعا بين المجالين، لكن خبرة القضاء ساعدتني كثيرا. نعم. المرحلة الثانية؟ لا، المرحلة الأولى القضاء، المرحلة الثانية الإدارة المحلية. الإدارة المحلية. طبعا. نعم. إذا ننتقل للمرحلة الثالثة بقى. يعني المرحلة الثالثة ما بعد ترك الإدارة المحلية، أنا يعني لا زلت أقدم لوطني ما أستطيع أن أقدمه داخليا وخارجيا في أي مجال. وقد يكون خارجيا هي الصورة التي يعني تأخذ وقتي الآن، لأن أنا عضو في منظمات ومؤسسات دولية، منها لجنة الشراكة الأورو متوسطية، ودي مقرها باليرمو في إيطاليا، وبتضم حوالي 150 أو 160 محافظ وعمدة وحاكم في شمال المتوسط وجنوب المتوسط، يعني الاتحاد الأوروبي وأيضا وهذا المنصب بالانتخاب. إذن برنامجنا يا فندم سفيرا فوق العادة جاء في توقيته يا فندم. ده صحيح الحمد لله. ثم إني عضو في مجلس أمناء منظمة الحكومات العالمية المحلية، اختصارا UCLG. المنظمة الأولى اختصارا اسمها كوبل، المنظمة الثانية اسمها UCLG، دي مقرها الرباط، وبتضم حوالي 3500 محافظ في أنحاء العالم. فضلا عن ان انا عضو في مجلس امناء
ICCN، وده فرع من فروع منظمة اليونسكو العالمية، مقرها كوريا الجنوبية. نعم. هناك منظمات أخرى بقى مش عايز أقول، زي منظمة المدن العربية، منظمة المدن الإسلامية، منظمة المدن الإفريقية، كلها منظمات من خلالها بأتمكن أن أقدم لبلدي شيئا. شركة بشائر الخير، الاسم الكبير في عالم المشروعات العقارية والفندقية. حبينا ان احنا نعمل تميز في العقار على حد امكاناتنا في مدينة شبين الكوم. فاحنا سنة 97 رخصنا اول 6 ابراج في مدينة شبين الكوم، اسمناهم بشائر الخير، ودول كانوا 380 وحدة سكنية غير الاداري والتجاري، واشتغلنا فيهم 2 سنين وتم تسويقهم الحمد لله جميعا وسكنوا. احنا في مجال العقارات خاصة بينا كلنا، وبعدين بنعمل حاجة تانية جديدة دلوقتي، مصنع مكرونة ومطحن في وادي النطرون. ان شاء الله يعني في خلال السنة دي ربنا يوفق فيه، نكون بدأنا فيه ويخلص يعني في خلال برضو السنة شوية كده، على ما ينبني وعلى المكان ينزل والكلام ده. مكرونة ومطحن، وبنعمل مول بقى تجاري على 7000 متر، بحيث المنتجات بتاعتنا وبتاع غيرنا نوزع. احنا ننمي ونزود في تربتنا الزراعيه وفي انتاج اكلنا، زي ما كل الناس بتقول، اللي ما يملكش قوته ما يملكش قراره. شركة بشائر الخير، مشروعاتنا لخدمة الشباب والتنمية. احنا كنا عملنا مسجد للمكان، للحي أبناء المنطقة، لإقامة الشعائر. أيوة. وملحق بالمسجد مصلى حريم، ويعلو مصلى الحريم مستوصف بيتم تجهيزه الآن، وبنعمل فيه دور لحضانات الأطفال في حالة الأطفال المبتسرين، جميل. ومساعدة إخواننا الموجودين معنا في المكان. لدينا تاريخ طويل من العمل الجاد المثمر. معنا في لقاء الليلة من سفراء فوق العادة معالي الوزير المحافظ المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية والمنوفية الأسبق، سفيرا فوق العادة. رسالة تود أن توجهها إلى رسالة حب إلى معالي رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، فماذا تقول له؟ أنا أقول له كان الله في عونك، لأنه هو جاء في مكان وسابقه أيضا، ويعني في وقت حرج للغاية، مرحلة انتقالية بالغة الصعوبة، بيواجه مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة جدا. القدرة على الحركة يعني مطلوبة، والحمد لله أنا شايفه الحقيقة الحركة طيبة جدا، ونتمنى إن شاء الله خلال 3 شهور القادمة اللي احنا مقدمين فيها على انتخابات رئاسية ثم بعد ذلك انتخابات برلمانية، انه يستطيع ان يوازن الامور بقدر كبير جدا من العمل، وهذا ما هو بادي الان الحقيقة، فنتمنى له التوفيق ان شاء الله. الرئيس القادم بماذا تريد من قائد هذه المرحلة المهمة؟ اتصور انه صوت الداخل اهم من صوت الخارج، لأن صوت الداخل هو الأقوى، وليس معنى ذلك تجاهل صوت الخارج، وإنما أرجو الاعتماد على صوت الداخل، لأنه السند الحقيقي للعمل وللاحترام. لن يحترمنا العالم الخارجي إلا بقدر الإنصات للصوت الداخلي. إذا ما لم يكن البيت من الداخل طبعاً مرتب. طبعا بالضبط. الأمر الآخر أرجو أن يتنبه إلى فخ ما ينادي به البعض من المصالحة العشوائية. مصالحة لها شروط ولها أصول، ولا بد أن تلقى قبولا من المجتمع، فأرجو أن يبتعد عن أي فخ خاص بالمصالحة لم يكن مدروسا دراسة جيدة. ده رائع. حك رسالة إلى المواطن المصري. حان وقت العمل ولا غير العمل،
لأنه الحال لا يتطلب ولا يستدعي ولا يقبل على الإطلاق أن يتكاسل أحد في أن ينهض بالوطن خلال المرحلة القادمة. عمل كنت تود أن يكتمل أو أن يبدأ وينمو ويفتتح في عهدك حضرتك، لكن لم تستطع أن تلحق به وأنت في المهمة أو في السلطة؟ هو تنمية القرية المصرية. ده برنامج أرجو أن يتبناه الرئيس القادم. نعم. تنمية القرية المصرية. القرية المصرية هي أصل مصر. وكل خير مصر في القرية المصرية. نعم. أرجو الانتباه للقرية المصرية. حضرتك كنت دائما بجوار الشباب، فماذا تقول للشاب المصري؟ حان دورك، لأنه هو الأمل في الشباب، لأن دائما نقول المستقبل هو الشباب، وهذه حقيقة هيا بنا نفعلها. نعم. إذا مشاهدينا الأعزاء، نلتقي في الفقرة الختامية من سفراء فوق العادة في تكريم سعادة المستشار عدلي حسين في لقطة فارقة هنا في محافظة المنوفية. في لقاء الليلة من سفراء فوق العادة نسعد بلقاء معالي الوزير المحافظ المستشار عدلي حسين، محافظ المنوفية والقليوبية الأسبق. معالي الوزير الدكتور أحمد شيرين فوزي، في لمسة من الوفاء الطيب في تكريم معالي المستشار عدلي حسين المحافظ الأسبق لهذه المحافظة، وفي حضور نخبة الحقيقة من رجالات وأبناء المحافظة وأبناء مصر. فمعنا هنا الحقيقة نماذج العديدة، منها العالم الجليل الدكتور إبراهيم كامل، وأيضا معالي السكرتير العام للمحافظة الدكتور الشواطفي، وعدد كبير من مستشاري هيئة المحافظة في حضور الدكتور أحمد شيرين فوزي. اولا مع الوزير، كل سنه وحضرتك طيب. صحة والسلامة. لم تغب عنك ابدا كما تعودنا لحظات الوفاء في تكريم النماذج التي اعطت لمصر. طبعا انا عايز اقول لك، انا مش عارف انا سعيد ازاي النهارده بحضور استاذنا واخونا الكبير معالي الوزير المحافظ عدلي بيه حسين. يعني ما تعرفش، انا ده اخويا الكبير يعني قبل اي حاجه، فهو تشريفه المحافظه النهارده يعتبر عيد المحافظه يعني. الحمد لله. الحقيقه احنا بنامل في هذه المرحله ان يمتد هذا الوفاء الى كل قطاعات الدوله. والله انا اتمنى ذلك يا دكتور، اتمنى ذلك طبعا. بقول لحضرتك يعني، انا بقول ان عدلي بيه حسين يعتبر رمز للمحافظه دي، من اللي عملوا المحافظه دي يعني، مش اكتر من كده يعني. سعاده المستشار، مرحبا بك في بلدك وفي وطنك وفي بين اهلك. اكيد المنوفيه بالنسبه لي يعني تعلمت منها كتير، وبأحمل لها في قلبي معزه خاصه، وهناك صله خاصه بيني وبين كل مواطن منوفي، ليس الذين عاصروني ولكن ابنائهم اللي انا ما شفتهمش وبقابلهم في كل مكان في الداخل والخارج. ببقى سعيد بيهم جدا، لانه انتمائي لهذه المحافظه انتماء عضوي، فانا بشكرهم على استقبالهم. بحيي معالي المحافظ الدكتور احمد شيرين على استقباله الحسن وهذا التكريم، وإن شاء الله تتحقق كل أماني أهل المنوفية على يدي إن شاء الله. دكتور إبراهيم كامل، حضرتك أشرت دائما إلى أنه لحظات الوفاة هي بداية لمرحلة جديدة من عمر الوطن. ده صحيح، وإحنا ما نقدرش نمشي لقدام. إحنا النهاردة أولاد امبارح، وبنحضر النهاردة أولادنا لبكرة. ما نقدرش ننسى دور عدلي بيه، السنين الطويلة اللي خدم فيها هذه المحافظة، شايلينها له دين في قلوبنا، وربنا يكتبها له في حسناته عند الله. شاطفي أيضا حضرتك من حضور هذه الاحتفالية، هي احتفالية مصغرة بالفعل، ولكن أتصور أن مع الوزير سعادة المستشار عدلي حسين يعني سعيد بهذا. أنا الحقيقة مش هقدر أتكلم على معالي المستشار عدلي حسين، لأن في علاقة خاصة، لأنه صاحب فضل علي أنا شخصيا في كثير مما أنا فيه يعني الآن. لكن أنا بوجه الشكر لأخي وأستاذنا العزيز الدكتور أحمد شيرين فوزي لهذه اللمسة الكريمة الفاضلة الطيبة، عنوان للوفاء، ودي سمة المنوفية. فاحنا اليوم بنحتفل برمز من رموز مصر والمستشار عدلي حسين. يعني هذا التكريم متواضع إلى معالي المستشار عدلي حسين، فهو سفيرا فوق العادة، لأنه بالفعل ما زال يعطي لبلده المزيد من العمل والانتماء.
هي لحظات بيكرم فيها سعادة المستشار عدلي حسين تقديرا لجهوده، وأتمنى أن تكون لحظات طيبة. ده من أسعد الأوقات وأسعد اللحظات الحقيقة اللي أنا يعني النهاردة يعني حظيت بيها، أن يتم هذا التكريم في حضور كل هؤلاء الأحبة والأصدقاء. وتحية خاصة مرة أخرى لأخي وصديقي الدكتور أحمد شريف فوزي. سادتي وسادتي، دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله. سفراء فوق العادة، الموسم الثاني.